الصراع الازلي بين التاسكات اللي انت متعاقد عليها في عقد عملك مع اي جهة او اي شركة انت بتتعامل معاها، ومع بعض المهام اللي ممكن توكل اليك او يطلب منك انك تعملها اكسترا. بيبقى دايما في صراع خفي ما بينك ما بين نفسك في انا باخد سالري على جوب معين، ما يخلونيش اعمل جوب اضافي بنفس السالري. انا عايز اكسترا سالري، عايز اي حاجة تقدر للمجهود الزيادة اللي انا بعمله. وجهة نظري في البدايات بالذات ده نقدر نقول ان هو نص الكوبايه الفاضي. نص الكوبايه التاني اللي انت لازم تاخد بالك منه قوي، انت لما بتتعلم حاجه جديده او لما بيطلب منك انك تعمل حاجه اكسترا، وخاصه لو كانت في حاجه انت لسه بتتعلمها او مش متعلمها كويس او عايز تكتسب فيها الخبرات الابديت بتاعتها، انا شايف ده نص كوبايه مليان ليك انت شخصيا، هتقدر تستفيد منه علم وخبره وتجربه. ومش عايز اقول ممكن تكون تجربه كمان بلا مسؤوليه كبيره، لان انت ده اكسترا عليك وانت مش داخل المكان ده او الكيان ده بتقول ان انا باجيد ده وده احدى مميزاتي وانا عايز اشتغل. هدي مثال سريع كده. مثلا مهندسين التنفيذ ما بيتدخلوش خالص في الشوب درونج. لا، ممكن يفكر في الشوب درونج وليه الحديد ده موجود كده وليه نقدر نحسنه، وازاي يبقى فيه تقطيع باطوال مناسبه ما تزودش الهالك، او ليه وقفات الحديد دي كده. يقدر يناقش زمايله و فممكن يطلب منه تفصيله بطريقه ما، او يقدم بروبوزال بطريقه ما، او حتى لو حاجه صغيره يقولوا له معلش اعمل انت الشوب درونج، او بعد ما نخلص الموضوع ده ممكن تحصر لنا الكميات دي بتاعه الحديد، كميات الخرسانه، كميات المباني. هو بيشوف ان ده اكسترا لود عليه، هو مش متفق عليه. انا شايف العكس. لو مهندس المكتب الفني نزل مع مهندس التنفيذ السايت في اي وقت انه يشرف معاه او يراجع معاه لوحه او يراجع معاه سقف، ده في الجوب ديسكريبشن الاساسيه مش شغله، لكن هو بيتعلم ازاي يستلم، بيحط خبره الناس اللي بتستلم والناس اللي بتشتغل ازاي بتنفذ اللوحه اللي هو بيرسمها في الاساس. فانا شايف ان هي خبرات اضافيه. انا ذكرت مثال صغير قوي لزملاء اخواتنا مهندسين مدني ما بين مرحله او في العلاقه بين الشوب دروينج او الشغل التكنيكال مكتب فني وشغل التنفيذ. صدقني لو جات لك الفرصه يا مهندس المكتب الفني انك تنزل الموقع تستلم وتراجع اللوحه اللي انت بترسمها، صدقني اللوحه اللي هترسمها بعد كده هتختلف تماما، هيضاف اليها فاليو رهيبه في الفكر والترتيب، وازاي تبقى فاهم الراجل بينفذ لك ده. هي مش بس الحاجه مرسومه، الحاجه بتتنفذ في الطبيعه. ويا مهندس تنفيذ لو دخلت شفت تفصيله الحديد اساسها ايه، بيحط لك التقطيع ده بناء على ايه، وقفات الحديد دي بتقف ليه، طلب منك حاجه في حصر في مراجعه لوحه شوب درونج بعد ما تتعمل قبل ما تنزلها للتنفيذ، الكلام ده هيضيف اليك معلومات كبيره جدا جدا جدا. في انت بتبقى فاهم الراجل اللي صمم ده فكره ايه، وبيطلع اللوحه دي بناء على ايه، وتقدر تضيف ليه حاجات هتسهل لك انت شخصيا التنفيذ لما بتيجي تقنعه ان دي ما تنفعش كده او دي لازم دي تتعمل قبل دي. لو اتحدوا الاثنين وهم شغالين، اللي يقدروا الاثنين يضيفوا طرق التنفيذ بتاعه الديزاين اللي هم بيعملوه ده، هيحسوا ازاي ان ممكن يسهلوا الطرق دي للتنفيذ، او يفكروا وهم بيصمموا بيفكروا فيها برضو، بحيث تديني مينيمايز للتكاليف والوقت، وفي نفس الوقت ممكن تعلي الجودة.